السلام عليكم ورحمة الله. فقرتنا النهاردة بنرد فيها على فيلم متنصرون اللي كان موجود على قناة BBC العربية السبت اللي فات، وكان بيتكلم عن التنصير في الوطن العربي والإسلامي. واحنا كنا استريحنا شوية من الرد على زكريا بطرس، انما دخل زكريا بطرس بمقاطع جوه الفيلم، فيسعدني النهارده ان احنا يكون معانا المهندس فاضل سليمان والدكتور حسام ابو البخاري في توليفة جميلة كده عشان نرد على الفيلم النهارده. هبدأ المهندس فاضل بعد ما ارحب بيكم. ايه تعليقك المبدئي حوالين الفيلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. عايزين نعرف الناس الفيلم ده كان ايه وتعليق حضرتك. والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنا ما يهمنيش كتير اللي قيل في الفيلم قدر ما فرق معايا قوي ما لم يقال في الفيلم. هناك أشياء كان لابد إن الفيلم يلمسها وما لمسهاش. مثلا من ضمن الحاجات إيه علاقة التنصر بالصهيونية النهاردة؟ يعني هو دخل في أمور معروفة واضحة، لكن النهاردة مثلا واحد غير دي، واحد بدل ما بيقول عيسى ابن مريم بيقول عيسى ابن الله. طب لازم يعني تدعم إسرائيل؟ لازم يعني تطلع بره واحد زي نوني درويش، دي ابوها الله يرحمه الشهيد مصطفى حافظ مؤسس العمل الفدائي الفلسطيني، واخد بالك ازاي؟ ولواء كبير في الجيش المصري ايام عبد الناصر وقتل. اسمها ايه يا فندم؟ نوني درويش. يعني هذه المرأة قالت عن ابوها ان هو ارهابي. وعملت جمعية النهارده اسمها عرب من اجل مساندة اسرائيل. وليد شعبات برضو ده كان واحد عضو في منظمة التحرير الفلسطينية، النهاردة نفس الكلام برضو هو عضو في منظمة عرب من أجل إسرائيل. يعني هناك علاقة بين التنصير وبين الصهيونية. لازم نفهم. يعني احنا على فكرة مش ضد التبشير ومش ضد الدعوة، ولكن التنصير بوسائله المختلفة الغير أخلاقية دائما تاريخيا بيسبق الجيوش الغربية. يعني اللي يقرأ تاريخ أمريكا اللاتينية يجد أن المنصرين نزلوا ينصروا في القبائل بتاعة المايا اللي في أمريكا الجنوبية، وبعدين بعدها ب20-30 سنة لو الجيوش الأسبانية نازلة على الشواطئ، فخرج رجال قبائل المايا بالسهام والدروع والسيوف، فوقف المنصرين وقال لهم هذا أول اختبار لكم. كويس. ألم يقال لكم أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم؟ لهم يعني ايه؟ احنا مش هنقاوم؟ لا، ما اول اختبار لكم دبسوهم ودخلوهم. نعم، فهذه هو تسييس الدين واستخدم بهذه الطريقه. فالمنصرون، انا في فيلم برضو موجود على اليوتيوب الناس ممكن تشوفه، قناه المانيه عرضته عن التنصير في العراق وكيف انه دخلوا مع الجيوش. فالمسألة لها أبعاد سياسية كثيرة، مش عايز استرسل فيها حتى نتعلم من الدكتور حسام النهارده. طيب نرجع تاني للدكتور حسام أبو البخاري عن خلفيات الفيلم ده. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عاوز بس أحلل الفيلم ده خرج من BBC، قدمه صحفي يسمى عمر عبد الرازق، اتعرض في التوقيت ده. فهاخد الدايره الكبيره، دايره BBC. يعني احنا عارفين طبعا ان BBC بتمول من قبل المواطن البريطاني، طبعا بتحمل قيم المواطن البريطاني وسياساته وتوجهاته التي هي طبعا معروفه للكل. يعني مثلا في الاسبوع اللي فات كانت في مظاهرات في وسط لندن بتنادي بطرد كل المسلمين، وبتنادي ان كل طفل مسلم هو عباره عن مشروع ارهابي، ونادت بعزل المسلمين تماما عن المجتمع الانجليزي لانه بيقيد الحريات وبيحطم القيم التي اسست عليها الدوله الانجليزيه. فده بالنسبه للBBC. طبعا الBBC لو قعدنا نتكلم عليها هنتكلم عليها بشكل كبير، ولكن ده خلفيه يجب ان تكون في ذهننا. الصحفي اللي قدم البرنامج هو عمر عبد الرازق. صراحه انا دخلت على الانترنت، حاولت ان ابحث عن عمر عبد الرازق هذا، اي خلفيه عنه، اي تاريخ ليه، يعني CV بتاعه، لم اجد اي شيء. دخلت على موقع الBBC نفسه وبعت على الBBC ان انا عاوز اتواصل معه عشان في برنامج هيتم الخميس القادم في قناه الناس حول الفيلم اللي هو عرضه، ولم يصلني اي شيء. فعمر عبد الرازق بالنسبه لي شخصيه لا اعرف، يعني وهميه، مجهول يعني. يعني لا اعرف ما هي توجهاته. هل هو حقيقي ولا مش حقيقي؟ لا، مش حكايه حقيقي، يعني توجهاته الفكريه، تاريخه، لم اجد اي شيء يعني. نعم. بالنسبه لقناه الBBC نفسها برضو احنا عاوزين نفهم انه قناه الجزيره والقنوات الاخرى يعني خدت انظار المشاهدين. فقناه الBBC وهي قناه جديده، قناه الBBC العربيه، احنا عشان بس المشاهد يدرك ما نتكلم عنه، احنا بنتكلم عن BBC Arabic TV، ما بنتكلمش على اذاعه الBBC. نعم. تلفزيون الBBC العربي بيحاول الان شد انظار المشاهدين عبر اثاره مواضيع معينه
مواضيع غامضة معينة تلفت أنظار المشاهدين وتاخد الصورة شوية من قنوات المعروفة زي قناة الجزيرة وغيرها وغيرها. فدي يجب أن تكون في ذهننا، أنه الله عز وجل لما كان بيتكلم عن موسى لما قال أرني كيف أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. لما سأل بنو إسرائيل موسى أرنا الله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. اختلاف السؤال من السائل، اختلاف السائل نفس السؤال أرنا الله، اختلاف السائل نتج عنه اختلاف النتيجة في حالة موسى عن حالة بني إسرائيل. فإحنا دلوقتي عاوزين نتكلم عن فيلم البي بي سي. الفيلم بيتكلم عن قضية بيطرحها بزخم إعلامي، بيطرحها كأنها قضية وعبارة عن ظاهرة عامة وكأن المسلمين بيرتدوا بالآلاف. يعني هو بيتكلم عن تنصير المسلمين، تنصير المسلمين، وبيطرحوا على انه ظاهرة، وظاهرة طبعا انا اعتقد انه هو محاولة يعني لمواجهة المد الاسلامي الموجود في اوروبا وفي امريكا. يعني لك ان تتصور انه في قس الماني حرق نفسه في ميدان في المانيا قصاد جامعة مارتن لوثر الانجيلي علشان يحذر الالمان من تنامي المد الاسلامي، من تنامي الناس اللي بيدخلوا في دين الله أفواج. نعم. فدي برضو خلفيات يجب ان نتعرض لها ويجب ان نفهمها قبل ان نخوض في نعم. في الفيلم وتفاصيله. نعم. وطريقة العرض ومن تم يعني تقديمه على انه متنصر، ودي هنتكلم عليها. نعم. ان شاء الله. طيب مهندس فاضل، حقيقة ام زيف المتنصرون؟ شوف حضرتك، لا طبعا هو مش عايزين ننكر ان هناك حاله، لكن انا قصدي بهذا الزخم ده مدى هي ليست ظاهره كبيره، ولكنها موجوده وطول عمرها كانت موجوده، حتى انه يعني من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. عبيد الله بن جحش نعم. زوج السيده رمله بنت ابي سفيان لما تنصر في الحبشه. نعم. هذا امر وارد منه ممكن يحدث، حتى عندنا اكثر من 10 ايات او 11 ايه في القران الكريم يتكلموا عن الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. اذا هذا امر وارد. ولكن الحقيقه من هم الذين يتم تنصيرهم؟ الامر يجب ان الناس تفهم، وانا بتكلم النهارده المسيحيين قبل ما بكلم المسلمين. انتم متعرضين لعمليه نصب كبيره، مئات الملايين وانا مسؤول عن هذا الكلام، تجمع في العالم، تجمع في اوروبا وامريكا من اجل التبشير بالانجيل في العالم الاسلامي، ويحدث تبشير. ولكن من الذي يتنصر؟ الارثوذكس. معظم الذين تحولوا إلى المذهب الإنجيلي هم من الأرثوذكس، ويباع هذا الأمر للمسيحيين في الخارج على أنه شوفوا إحنا في العالم الإسلامي الناس بتدخل وتؤمن بالإنجيل. فدي مسألة مهمة جدا. هناك عملية نصب على مستوى عالي جدا، تربح شديد من هذا الأمر بيحصل. يعني سواء احنا هنتكلم دلوقتي عن بعض الحالات اللي ظهرت، ولكن هناك تربح على طريقتين. اتفضل. الطريقة الأولى هي ادعاء التنصر، واحد يدعي أنه متنصر، وعندنا أمثلة طلعت في الفيلم وهنكشفها للناس.